صباح الخير. يعني كلمتين كده على أول الصبح، الناس اللي بتتكلم على إن أنت هتشجع الأرجنتين عشان ميسي، ولا هتشجع دي مش بلدك وأنت إزاي هتروح تشجعها والكلام ده كله. معلش، يعني هو بعيدا من إن الواحد شجع الأرجنتين عشان ميسي. ميسي أصلا يعني هو كان سبب في تشجيعنا الأرجنتين، ولكن أنت لما تيجي تبص على الأرجنتين من ناحية كبلد، الأرجنتين دولة نامية، واي دوله من امريكا الجنوبيه عموما هي في الاغلب بتكون دوله ناميه مش متقدمه. وبعيدا من ان احنا نخش في حته الاقتصاد والسياسه، بس يعني لما تبص على الارجنتين اصلا وعلى شعبها غلابه جدا. يعني الناس عارف اللي انت بتسمع عنه كده، اللي هو ايه، بيتشعبط في رضا ربنا. الناس دي من كتر ما هي غلابه، هي بتتشعبط في اي حاجه ممكن تفرحها. زي ان الكوره عندهم، يعني من ايام مارادونا ومن قبل مارادونا، الكوره عندهم دي بتجري كده في الدم. فلما هو يكون مراهن على بيته وعلى شغله ويسيب كل ده ويسافر ورا بلده ويشجع الأرجنتين لحد ما توصل نهائي كأس عالم، وكلهم ورا ميسي وكلهم ورا الحلم، تعرف ان الناس دي لما بتحب بجد، ولما بتدعم بكل ما عندها. يعني الناس دي يعني انت اساسا اجمل جمهور عندك في البطولة الجمهور الارجنتيني. ناس غلابه، ناس بتتشعبط كده في رضا ربنا، بتتشعبط في الفرحه. الناس دي عايزه تفرح. الناس دي يعني من الطبيعه البشريه اصلا، يعني ان الواحد بيميل للاضعف، بيميل للاضعف عشان يسنده، عشان يقومه، عشان يبقى شاب كده ويديله دفعه ان هو يعني يبقى احسن واحسن. لكن مش دايما بتكون مع القوي، قليله اصلا اللي بتكون مع القوي. بس دايما انت كنفس انت بتميل ان انت بتدعم الضعيف لحد ما يقف ويحقق حلمه وتشوفه مبسوط وتشوفه فرحان. وقوفنا احنا مع الارجنتين عشان الارجنتين من الكادحين. خلي بالك انت برضو كمصري، انت لما بتقعد قدام التلفزيون وبتتفرج على كوره، انت بتدور على اللي يفرحك. انت طالع دين امك، وطالع 3 ميتين اهلك، وجرف في الشغل وجرف في الدراسه لو طالب، وفي الكليه وجرف من البيت ومن العيال ومن الدنيا. انت بتروح تقعد على القهوه بتتفرج على الكوره، بتحس انت مستني. انت بتخيل انت ممكن تكون انت كمصري او كاهلاوي، انت بتعلق املك على واحد زي مثلا بيرسي تاو او محمد مجدي قفشه او الجماعه دول كلهم، انه يجيب لك هدف في الماتش عشان انت تفرح وتنبسط وتطلع من المود اللي انت فيه. او انت لو كزملكاوي مستني مثلا امام عاشور، اي حد من جماعه الزمالك، احمد سيد زيزو، ان هو واحد يجيب جون. انا بكلمك في محلي عشان انت تفرح. ما بالك بقى الشعب ده كله سايب بلده وجاي يشجع بلده في قطر، و... والدنيا غالية هناك، ومصاريف تذاكر وإقامة وأكل وشرب وكل ده عشان يشوف بس إن قائد بلده ميسي والأرجنتين عموما فرحانة واخدة كأس عالم. فمعلش، يعني انت من نفس الطبقة دي. انت لو مصري انت هتعيش نفس المستوى ده، بل انك كمان انت مش هتعيشه زي الأرجنتين، انت هتعيش بأقل كمان. بس يعني انت اهو، انت برضه لما بتعوز تفرح وبتتشعبط في الفرحه اهو، لما بتستنى ان انت بتتشعبط بتروح. فما تلومش على حد معلش بيشجع الارجنتين. حتى الارجنتين دي مش بلدك، انت بتشجع الروح اللي عاملاها، اللي هم كلهم كده ايه، من الاخر كده على قلب رجل واحد. الناس دي عايزه تفرح واحنا عايزين نفرح، وبنحب ميسي فعايزين نفرح لميسي، ونتمنى ان ميسي ياخد كاس العالم عشان احنا بنحب ميسي. كلام مش راح لرونالدو، مش تبع رونالدو اطلاقا. انا بوضح لك احنا ليه بنحب الارجنتين. الارجنتين زيك، الارجنتين زيك من نفس طبقتك. انت من الكادحين وهم من الكادحين. الناس دي غلابه وانت غلبان. الناس دي عايزه تفرح وانت عايز تفرح. وانت لو مصر برضو وصلت وعملت زي المغرب وصلت نص نهائي، انت كان ممكن تعمل انيل من المغرب مليون مره. فما تلومش على حد بيحب وعايز يفرح، سيبه يفرح. صباح الفل.